احنا نتكلم عن شأن رياضي. ضعيف آسيا المقاد وأسكوبار راعي النحشة هذا هو اللي قاعدين نتكلم عنهم. فلا تطلعون الموضوع عن سياق الرياضة. بيجي يوم إن شاء الله وبنكشف كل الحقائق. ما أتمنى أن نوصل لهالمستوى، لكن أنا بعلمهم بوضوح، خصوصا لو اسكوبار هذا. ترى رايحين لسه تونا في أول المشوار. أنت ما فيك خير أساسا في بلدك ولا في رياضة بلدك. أنت منبوذ في بلدك، وبلدك تولدهم ويتحملونك، وأحيانا يشدوا عليك وأحيانا لا. لكن المملكة العربية السعودية خط أحمر. ما راح نتحمل منك ذرة، ولا مع الناس اللي انت قاعد تقودهم. ستظلون أقزام أمام رياضة المملكة العربية السعودية. بس أوجه الدعوة لأخوي يوسف السركال لزيارة المملكة العربية السعودية. أتمنى أني أتقابل مع أخوي يوسف السركال. طبعا فيه دول فعل جميل. المهم نعم. رجوعا عن المباراه هذه، يعني بصراحه انا بعد ما شفت المباراه الاولى ارتحت، لكن التكتيك الياباني غريب. يعني اتوقعت بعد الجول الاول يتحركوا، قلت يمكن تحليل انه ما تحركوا من باب يستنون يروحون عند جماهيرهم ارضهم. حتى في المباراه عندهم ما تحركوا، بعد الجول ما تحركوا. يعني انا استغرب كيف فازوا هؤلاء بصراحه، لكن الحمد لله رب العالمين على كل حال. فبعد ما شفت نفس الطريقه يعني الحمد لله ارتحت. نشوة الفوز خالد جاسم عنده أحد من النصر في استديو وما ظنتي. الحين يعني 7 لاعبين هلال من رجعوا المنتخب السعودي أيضا دعم المنتخب السعودي ووصل إلى النهائي. لذلك توهم جايين من بطولة آسيوية وماخذين كأس آسيا للأندية، فأيضا نشوة الفوز لا زالت معاهم. فمو يوم ماخذين كأس آسيا للأندية، فأيضا نشوة الفوز